انت عارف اللي غايظني ايه؟ اقسم بالله اللي غايظني ان الشعب المصري كله لسه بيفكر في الماتش دلوقتي، ولسه لغايه دلوقتي حزين، ولسه لغايه دلوقتي محروق دمنا، ولسه لغايه دلوقتي مش عارفين نتخطى الماتش ده. ويطلع لك شويه لعيبه ومدرب عمالين يطلعوا في لا اله الا الله وعمالين يتكلموا، وكل ما حد يسالهم يا جماعه انت خسرت ليه يقول لك عشان الحكم عشان الحكم. لدرجه ان سيف زاهر بيكلم حسام حسن وبيقول له يا كابتن حسام انت ليه ما غيرتش تبديلات دفاعيه، تبديلات هجوميه بتبديلات دفاعيه، ونزلت حسام عبد المجيد وما اعرفش ايه. قام سايب رد للسؤال ده، وقام قايل له اصل الحكم ما كانش فير معانا. يا باشا حكم ايه ده؟ هم 10 دقايق مش عارف تتماسك فيهم لحد ما تجيب لنا الماتش التاريخي. بغض النظر ان الماتش ده هيبص هيتسطر كده في الميموريز الجميله جدا لمنتخب مصر، وهيتضموا للماتشين بتاع ايطاليا وماتش البرازيل. فانت بتتكلم في خلاص ان الماتش ده خلاص اعتمدناه كده، ختم النسر ان الماتش ده تاريخي. بس فكره ان اللعيبه كلها طالعه، اللي راح يعمل معرفش بودكاست فين، واللي راح يطلع مع اعلامي مين، واللي راح يقعد مع اعلاميه مين، واللي يغيظك ان الاعلام بتاع السياسه والتوك شو بقى يتكلم في الكوره. ادعم المنتخب واعمل كل حاجه، لكن انت بتتكلم في تكنيك، وبتتكلم مع لعيبه، وبتتكلم مع مدربين، وبتشرح وما اعرفش ايه. واللي يغيظك اكتر ان كلنا كارهين ميسي الارجنتين، واللعيبه كلها بتشكر في ميسي. ده اللي يغيظك بقى، ده يعني ده خلاص يا جماعه، والله اللي اقسم بالله العالم المصري حلب الموضوع. حلبه خلاص، قعدنا يوم اتنين تلاته الواحد بيتخطى خلاص ماتش وخلص. لكن احنا دخلنا السياسه والدين في الماتش، مش عارفين نتخطى الماتش. يمكن الشعب المصري كله مش عارف يتخطاه، واللعيبه اللي راح مارينا، واللي راح الساحل، واللي ما اعرفش خد فلوس فين، واللي هيجدد مع ناديه، واللي ما اعرفش هيطلع اعاره فين، واللي جاله عرض من انجلترا، ولا ما اعرفش جاله من اوروبا ومنين. وكل واحد نسي الا الشعب المصري لسه قافش في الحوار. يعني انا مستغرب يا جماعه، واقسم بالله خلاص بقى، خلاص بقى ان الواحد تعب. فكروا في حاجه تانية، خلينا نتعلم من الغلط اللي احنا قابلناه. حتى يا عم لو احنا بص كان لينا 3 ضربات جزاء واتظلمنا تحكيميا، فخلاص الماتش خلص. ابدا بقى سطر، ابدا بقى ادي دافع للعيبه، للشباب اللي جايه، ابني جيل جديد مع المنتخب بقى. ايا كان بقى ان خلاص خلاص كابتن حسام حسن مكمل الكاس عالم 2030، ابني جيل جديد وفكر بقى. لكن انا مش هفضل طول عمري بقى اقعد اتكلم اصل ميسي ما اعرفش ظلمنا، هو عمال ميسي. من ميسي يا عم؟ انت مجنون يعني؟ اذا كان اصلا الحكم كان فرنسي، انت متخيل يعني الحكم فرنسي؟ يعني ما الحكم الفرنسي ده، فانت واخد كاس عالم 2022 من فرنسا، المفروض الحكم ده ينزل لو هو مش عادل او هو مش فير، المفروض ينزل يمسك لعيبه الارجنتين دي كل اللي راح واللي جاي، ومديله طرد عشان يغوره ويطلع الارجنتين بره. ده اللي انا شايفه، ده اللي انا شايفه. فخلاص يا جماعه، اللعيبه في لعيبه جدا محترمه طلع قال لك اصل ميسي يا جماعه فير بلاي، فير جدا وراجل محترم وراجل عظيم. وفي لعيبه عندها نقص لا يمكن طلعت تقول لك اصل ميسي ما بقتش احبه، اصل ميسي ظالم، اصل ما اعرفش ايه. يا عم انت مجنون يا اسطى. يعني انت لسه، انت مهما لعبت في حياتك يعني مش هتحصل الشنكار بتاع ميسي. ده كوره، انا بكلمك ككوره، كواحد شاف كوره وعاصر كل الجيل ده من 2006 لغايه دلوقتي. فشايف ان اكتر 2 لعيبه عندهم استمراريه في تاريخ كره القدم هو كريستيانو رونالدو وميسي. فانا عشان اطلع اقيم الناس دي ابقى انا كده تعبان في دماغي بقى، ابقى انا كده مجنون، ما شفتش ما اتربيتش بجنيه. بس لكن فكره ان انا اطلع اتكلم يا جماعه خلاص الموضوع خلص، والاعلام لازم يسكت، اللعيبه لازم تتكن بقى. انا راجل خسران وزعلان على المنتخب، المفروض كتامي ارجع بلدي، اقعد مع اهلي، اعيش الاجواء الجميله في قلب القريه بتاعتي، او في قلب المدينه، او في قلب المحافظه. لكن مش واحد رايح يعمل لي اعلان بدل، والتاني رايح يتعزم لي في قصر الكبابجي ولا صبحي كابر وياكل كفته وما اعرفش ايه لا يا جماعه، الموضوع وسع قوي قوي قوي، الموضوع بقى بشع، والموضوع بقى شاذ قوي. وخلاص يعني كفايه بقى كده الاعلام المصري والاعلام التوك شو بالذات. انا توك شو مالهوش علاقه بالكوره، والله العظيم ما لهم علاقه بالكوره، بقى ماسكين الموضوع حالبينه، وكرهوا الناس في الارجنتين والعجم والكوره وميسي، لان هم واخدين الموضوع في اطار تاني جدا غير الكوره. فيا جماعه اتمنى ان خلاص الموضوع بقى الناس تصفي ذهنها بقى، الناس تتفرج على كوره، تحكم بناء عن الكوره مش اي حاجه تانية.